السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى نعمل اكل سهله وسريعه في 10 دقايق هتتعمل وطعمها حلو جدا. هنعمل الكشري الاسكندراني، هنعمله مع البيض المدحرج، بس هنسلقه بطريقه حلوه جدا. يلا بينا نعرف البيض السلق ازاي. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. حطيت طاسه على النار وحطيت فيها شويه زيت حلوين، وهسيبهم لغايه ما يسخنوا كويس قوي. هنزل عليهم ببصل مقطع جوانح كده رفيعة خالص، مرشوش عليها شوية دقيق أو شوية نشا، وطبعا ننخله من الدقيق أو النشا. بعد كده ننزله في الزيت. عايزين ياخد بقى اللون الذهبي، مش عايزين ياخد لون ذهبي كده غامق، لا، يحمر بس ياخد اللون الذهبي الحلو. نقلب من فترة للتانية، نقلبه عشان كله ياخد لون واحد. البصل بقى ابتدى ياخد اللون الذهبي، نقلب بقى ايدينا فيه عشان كله يبقى لون واحد. واول ما ياخد اللون الذهبي الحلو نطلعه في مصفى، ما نحطوش على مناديل. المناديل هتخليه يطرى، لكن المصفى بتخليه يحتفظ بالقرمشه بتاعته. وحطيت حله على النار وحطيت فيها شويه زيت ومعلقه سمنه، واول كده ما تسخن هنزل عليها ببصلايه مقطعه قطع صغيره. بس البصلايه دي انا مش هخليها تاخد لون، يا دوبك بس تدبل كده وتاخد اللون الاصفر الفاتح، علشان الكشري بتاعنا ما يبقاش غامق معانا. احنا عايزين ناخد التطعيمه بتاعه البصله. بصراحه الكشري ده لما بنعملها بالبصله بيبقى طعمها حلو قوي. في ناس كتيره بيعملوها من غير بصله، بس يا ريت تجربوها بالبصله، هيفرق في الطعم قوي. البصله معانا دبلت اهي. هكون طبعا غاسله بقى الرز بتاعنا والعدس الاصفر. طبعا العدس ما بيتنقعش، مجرد بغسله بس، ان هو ما بياخدش وقت في السوى. انا عامله كميه صغيره، كميه مش كبيره، عامله كوبايه ونص رز، عليها كوبايه عدس اصفر. وهقلبهم كده مع بعض، وانزل عليهم بقى من ملح وشويه كمون، بس ما نزودش الكمون عشان ما يمررش معانا. نديهم تقليبه كلهم مع بعض، وننزل عليهم بكوبايتين ميه سخنه. واول ما انزل بالميه اكون محضره البيض بتاعي، بيض ني، اكون غسلاه كويس جدا، وانزله كده في نص العدس، واسيبه بقى لغايه ما يتشرب. الرز معانا اتشرب زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين البيض داخل كده جوه الرز، ياخد بقى من طعم العدس، والعدس ياخد من طعم البيض، بيبقى طعمه حلو جدا. هسيبه 5 دقايق كده يكمل سواه، وبعد كده هنشوفه. الكشري بتاعنا بعد ما استوى، الله على جماله، مفلفل وحلو جدا. نطلع بقى البيض علشان خاطر نقشره وندحرجه في حته سمنه. نحط طاسة كده على النار أو الوك على النار، ونحط فيه معلقة سمنة، وأول ما يسخن، ولو سمنة بلدي تبقى تحفة، نرش رشة ملح كده فوق السمنة. وبعد كده ننزل بالبيض علشان البيض ما يلزقش في الطاسة، لغاية كده ما ياخد اللون الذهبي الحلو زي ما انتوا شايفين كده. الكشري بعد ما خلصناه، الله، حلو جدا، ريحته وطعمه حلو جدا ومفلفل وجميل جدا. المية مظبوطة والمعيار بتاعه حلو جدا، مع البيض المدحرج. البيض بقى اللي احنا سلقناه جوه الكشري، واخدين الاتنين من طعم بعض، وحلو جدا. يلا بقى جربوا الكشري الاسكندراني مع البيض المدحرج، وجربوا بقى الطعامة والحلاوة. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، واشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.